انت عايش دور الضحيه كده ليه؟ ما تبطل بقى وفوق من اللي انت فيه. ايه ده؟ مش الكلمه دي كنت بتسمعها من ناس كتير قوي لما بتكون فعلا انت ضحيه وبتشتكي وبتتكلم وتقول انا اتعمل فيا وتسوى، وبعد كده يقولك ما تفوق بقى من دور الضحيه ده. الناس بصراحه يعني انا جايه اقول لك بقى عشان ابقى انا وهم عليك فوق من دور الضحيه اللي انت فيه ده. الكلمه دي كانت بتقلي على طول على فكره وبلا فخر. عايزه اقول لك فوق فعلا من دور الضحيه. هل المعنى بقوله لك ده اقصده بمعنى الناس التانية اللي بتقول لك فوق من دور الضحيه؟ لا، الناس التانية بتهاجمك، انما انا جايه عشان مصلحتك واقول لك فوق من اللي انت فيه. انت ضحيه، انا معاك، انت ضحيه وكلنا ضحايا. الناس المريضه. بس لحد امتى؟ لحد امتى هتفضل تفكر؟ ولحد امتى هتفضل تقول ده عمل فيا وده سوى فيا وتندب حظك بقى زي ما بيقولوا كده؟ يعني فاهم؟ انا شايفه ان مفيش فايده. انا شايفه ان اللي يكسرك قوم الحم نفسك بامير وقوم كمل. خدها تحدي مع نفسك. لا والله العظيم ده قعد يحبطني وقال لي انت مش هتنجح في مذاكرتك، والله العظيم لاذاكر واثبت له ان انا احسن منه مليون مره. ومش قبل ما تثبت ليه اثبت لنفسك انت انك تقدر، انك مش فاشل زي ما هم قالوا لك. انت جبت مجموع قليل معرفش في ثانويه عامه انت مش هتوصل حاجه. لا يا باشا، انا هدخل اي حاجه ربنا قدرها لي، بس ان شاء الله انا واثق ان هوصل برضو لحاجه كويسه وربنا يكبرني في حاجه تاني. الدنيا ما وقفتش على كده. الناس دي، الشخص ده اذاك والانسانه دي اذتك والناس دول اذوك، هتفضل قاعد كده؟ لا، اتعلم انك ما تسمعش كلام الاوغاد اللي زي دول تاني. خدها كده، خدها كده بجد في حياتك. والله ده قال لي كذا وهو انا بقى هستسلم كده عادي؟ لا، هحسن من نفسي واغير من نفسي واخليني احسن واوصل لحاجه احسن كويسه. ليه؟ عشان نفسي انا قبل اي حد. وساعتها انت يوم ما هتلاقي نفسك وقتها بقى هتوصل لايه؟ انت مستكفي بنفسك، ريلاكسينج، تحس ان كلمه مش هتاثر فيك ولا راي حد هياثر فيك. هيقولك ان فيك كذا يا باشا شكرا ربنا يخليك من ذوقك وامشي عادي، ما لزقتش، عشان انت عارف نفسك على ايه. بس عارف نفسك من جواك، مش اللي هو انا عارف انا ايه الكلام اللي انت بتقوله للناس ده وانت مش مقتنع بيه. لا لا، انت اشتغلت على نفسك، واثق في نفسك، عارف انك تقدر، عندك حاجات تقدر تديها مش عند حد. عارف ان انت لما هتمشي وتفارق انت اديت حاجات مش هيلاقوها في حد تاني غيرك. انت سبت بصمة كويسة، سبت ذكريات جميلة، سبت جدعنة، سبت حاجات كتير قوي هيلفوا لفتهم ويحسوا بقيمتك. بس ساعتها انت مش تبقى موجود بقى، هتكون انت في وعي تاني مختلف هيخليك تفكر هو انا كنت بقل من نفسي كده ليه مع الناس دي، وانا كنت بتنازل كده ليه، وانا كنت بقى. بس تيجي تفكر مع نفسك بقى، تقول تفكر بقى بطريقة ايجابية اللي هو الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، لولا ان اللي حصل لي من الناس دي ما كنتش وصلت لده. في ناس كده على فكرة ما بتتعلمش الا غير بالشدائد. لازم تتحط في شدة ولازم تتأذي من الناس ولازم يتعمل فيك اللي ما يعمل عشان ربنا عايزك تقرب ليه اكتر وتفهم الدنيا اكتر ويزيد درجة وعيك اكتر. لكن انا بقى اندب حظي وافضل قاعدة كده واقول ده اذاني وده عمليني، هتشتكي للناس. شكواك يا ابن الناس للناس منقصة. عارفين انتوا الجملة دي بتاع بيت الشعر ده؟ انا بحبه قوي بس مش حافظاه، بس بحبها. والله العظيم هتنقص من نفسك. ليه؟ لان محدش هيعمل لك حاجة اخرها وهيمشي ويسيبك. هيعمل لك ايه يعني؟ ولا ابوك ولا امك ولا اي حد هيفضل يتحمل اللي انت فيه. انت نفسك لو ما قمتش بنفسك وقومت نفسك بنفسك مش هتعمل حاجة لنفسك. والله حلوة والله العظيم. بصوا، قافية، استعين بالله اولا واخيرا. امشي بانك انت واخد دروس حياة. ده الشخص ده عمل معايا كذا، خلاص انا هتعلم المره الجايه اخد بالي ان انا ما اتعاملش بالطريقه دي كذا مع شخص تاني كذا. الناس دي قالوا لي انت مش هتقدري تعملي كذا، او لا انا ان شاء الله هجتهد وهوصل عشان ابقى واثق من نفسي وعارف ما حدش يقدر يقول لي. ويوم ما حد يقول لي انت ما تقدرش او انت فيك كذا وفيك كذا، تمام ماشي، خلي رايك لنفسك البسه. هو كده والله العظيم. عارف انت لما توصل لدرجه، والله العظيم بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقكم بالنعمه دي، لما توصل لدرجة السلام النفسي كده
ان مفيش ولا كلمه تهزك، وان اللي بعد عنك هو الخسران، وانت عارف انك ايه، وانت هتدي ايه او اديت ايه او عملت ايه واللي جواك ايه، انت هتبقى برنس حاطط كده رجل على رجل، ولا فارق معاك مين راح ومين جه ومين دخل حياتك ومين خرج. بالسلامه للي عايز يمشي واهلا وسهلا للي جاي. اشتغلوا على نفسكم يا جماعه، وما تسيبوش الحزن يتملك منكم. واللي بتقول لكم دي بتحزن، بس ما بقتش تشتكي لحد، بقت تقعد كده مع نفسها، تاخد طاقه، تستعين بالله، تشتكي لربنا، تقعد حزينه شويه عشان تطلع الطاقه اللي جواها السلبيه. بعد كده تخرج للناس، تضحك مبتسمه. ايه ده؟ هي دي اللي كانت بتعيط من كام يوم وحزينه؟ اه يا عم انا، في ايه مالك؟ انا ليك عندي حاجه؟ مالكش عندي حاجه، بس ما دمت ما باخدش منك حاجه ولا بتديني حاجه ولا بتمن عليا بحاجه، وقادره اسند نفسي بنفسي، خلاص ولا كلمه هتزودني منك ولا كلمه هتنقصني. شكرا للكومبليمون بتاعك، شكرا، وخلاص على كده. انما هتعبني ولا يفرق معايا حاجه، هعرف انك انت اللي من نفسي من جواك كده اسود كده لون ده. فكبروا دماغكم من الناس اللي بتأذيكم، وحان الاوان نفوق بقى، نفوق من اللي احنا فيه ونصحى. لا، لازم ناخد خطوه، لازم نتصرف، لازم نروح، لازم نيجي، لازم نعمل، لازم ننجح، عشان نبقى واثقين من نفسنا. ويا جبل ما يهزك ريح. يلا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، يلا السلام عليكم.